أهلا بكل من ينضم إلينا في هذا الشرح الجديد. اليوم سنغوص في موضوع بالغ الأهمية ويمس حياة الكثيرين منا، ألا وهو مسار التعافي من الصدمات النفسية. نحن نعلم تماما أن تجاوز تجربة قاسية يتطلب صبرا ووقتا، والأهم من ذلك يتطلب خطوات ملموسة وعملية. هدفنا اليوم هو تبسيط هذه المعلومات الطبية المعقدة، لنكتشف معا كيف يمكننا استعادة ذلك التوازن النفسي والجسدي خطوة بخطوة في حياتنا اليومية. حسناً، دعونا ندخل في صلب الموضوع مباشرة ونطرح هذا السؤال الجوهري: كيف يتعافى العقل فعلياً بعد التعرض لحدث مؤلم؟ الأمر ليس كبسة الزر، صحيح؟ لا يوجد حل سحري سريع، بل هي رحلة تدريجية ومستمرة. هذا التساؤل سيكون بمثابة البوصلة التي سترشدنا اليوم لفهم الآلية المذهلة التي يعيد بها عقلنا ترميم نفسه. خريطتنا لليوم بسيطة ومباشرة. أولاً، سنفهم ماهية الصدمة النفسية. ثانياً، سنتعرف على أعراضها. ثالثاً، سنمر على خيارات العلاج المتخصصة. وأخيراً، وهو الأهم، الخطوات اليومية الملموسة للتعافي. القسم الأول. في البداية دعونا نوضح أمراً في غاية الأهمية. الصدمة النفسية ليست مجرد شعور عابر بالحزن إطلاقاً، إنها استجابة عاطفية عميقة جداً لحدث مروع أو تجربة مؤلمة، سواء كان حادثاً، فقداناً مفاجئاً، أو حتى إهمالاً مستمراً. هذا الحدث يترك أثراً قوياً يسبب ضراراً نفسياً، وغالباً ما يمتد ليؤثر على أجسادنا أيضاً. والأمر يشبه إلى حد كبير لغزاً متعدد القطع، فالصدمات ليست نوعاً واحداً. لدينا الصدمة الحادة التي تأتي من حدث واحد مروع، ولدينا الصدمة المزمنة الناتجة عن أذى متكرر ومستمر بمرور الوقت، ثم هناك الصدمة المعقدة التي تخلف أثراً دائماً بسبب سلسلة من الأحداث المؤلمة. ولن ننسى الصدمة الثانوية. تخيلوا، بمجرد مشاهدة شخص آخر يعاني يمكن أن نتعرض نحن للصدمة. معرفة نوع الصدمة هو حرفياً نقطة الانطلاق للعلاج الصحيح. التعرف على الأعراض. هذا يوضح لنا بشكل مذهل أن الصدمة هي تجربة تجتاح الجسم بالكامل. انظروا كيف تتفرع الأعراض. نفسياً نتحدث عن خوف، ارتباك، شعور بالذنب أو انسحاب تام. ولكن جسدياً، وهذا ما يغفل عنه الكثيرون، هناك صداع، تسارع في ضربات القلب، أرق مزعج، وحتى حالة من فرط اليقظة والتأهب لخطر غير موجود أساساً. أجسادنا حرفياً تتذكر الألم، وهذا يثبت أن هذه الأعراض حقيقية وتحتاج إلى رعاية. القسم الثالث، خيارات العلاج المتخصصة، وهنا الرقي والتفاؤل. الطب الحديث يقدم لنا مسارين قويين جداً. من جهة لدينا العلاج النفسي المتقدم، ومن جهة أخرى العلاج الدوائي للتعامل مع الآثار الجسدية القاسية مثل اضطرابات النوم أو القلق الشديد. والجميل هنا أن الأطباء غالباً ما يدمجون هذين المسارين معاً لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة وتوفير شبكة أمان متكاملة. دعونا نتوقف قليلاً عند العلاج السلوكي المعرفي أو ال CBT. هذا العلاج هو حرفياً بمثابة إعادة برمجة للدماغ. إنه يعمل بشكل مباشر على تفكيك وتقييم تلك الأفكار والمشاعر السلبية والمخيفة التي زرعتها الصدمة، ويستبدلها تدريجياً بأفكار واقعية ومنطقية. إنه يعيد لنا مقود التحكم في طريقة تفكيرنا. أما التقنية الثانية المذهلة والمدعومة علمياً بقوة فهي تقنية ال EMDR. هذه التقنية تساعد الدماغ على معالجة أعمق الذكريات المؤلمة بطريقة فريدة جداً، عبر التفكير في الحدث بينما تتحرك العينان في اتجاهات محددة. قد تبدو العملية غريبة للوهلة الأولى، لكنها أثبتت فعالية هائلة في تخفيف وطأة الألم بشكل جذري. القسم الرابع والأهم، الخطوات اليومية للتعافي. هنا نصل إلى صلب موضوعنا: كيف نفي إلى أفعال يومية متصلة بحياتنا؟ هناك 3 خطوات تأسيسية. الخطوة الأولى، وربما تكون الأصعب في البداية، هي التواصل الاجتماعي مع أحبائنا. العزلة هي العدو هنا. الخطوة الثانية هي تبني نمط حياة صحي. والخطوة الثالثة، وهي ضرورية جداً، التحلي بالصبر وإعطاء الوقت الكافي. نحن بحاجة لمنح أنفسنا الوقت لمعالجة هذه المشاعر المعقدة، فالعلاج قطعاً ليس سباقاً. لندخل في التفاصيل العملية التي تصنع الفارق الجذري كل يوم. نحن نتحدث عن إجراءات بسيطة لكن تأثيرها هائل: تناول طعام صحي، ممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على نوم جيد. كل هذا يساعد في خفض هرمونات التوتر بشكل ملحوظ.
إضافة إلى العودة لهواياتنا القديمة وقراءة الكتب التي تثقفنا حول طبيعة الصدمات، وحتى الانضمام لمجموعات الدعم لنسمع من أشخاص خاضوا تجارب مشابهة. هذه الأفعال هي بمثابة جرعات يومية من التعافي. ولكن يجب أن ننتبه لنقطة حساسة جدا هنا. نعم، تقبل الدعم من المحيطين أمر حيوي، لكن حذاري من إجبار النفس على الحديث عن الألم قبل الاستعداد التام لذلك. لا يجب أن نضغط على أنفسنا أو نتسرع في فتح الجروح. الاستعداد الداخلي هو المفتاح الأساسي. وبنفس القدر من الأهمية، هناك أفعال يجب وضع خط أحمر عليها وتجنبها تماماً. الانعزال والانسحاب الاجتماعي هو فخ حقيقي يؤخر الشفاء. أيضاً يحذر الخبراء بشدة من اتخاذ قرارات مصيرية كبرى في فترة الصدمة، لأن الرؤية تكون غير واضحة. وبالطبع محاولة الهروب عبر استهلاك الكحول أو المواد المخدرة، هذه الأشياء لا تحل المشكلة، بل تزيدها تعقيداً وخطورة بمراحل. قد نتساءل جميعاً لماذا نشدد على كل هذه الخطوات والعلاجات؟ ببساطة لأن الصدمة غير المعالجة تشبه الجرح المفتوح، لن يلتئم من تلقاء نفسه، بل قد تتطور لتصبح اضطراب ما بعد الصدمة أو ما يعرف بالPTSD، وقد تؤدي إلى مخاطر إيذاء النفس. وبالنسبة للأطفال فالأمر يمتد ليعيق تطورهم الاجتماعي والعاطفي في المستقبل. التدخل المبكر هو طوق النجاة. هذا الاقتباس الرائع يضع النقاط على الحروف ويلخص كل شيء. يعتمد التعافي على الدعم المتلقى وتقبل العلاج والالتزام برحل التعافي اليومية. التعافي ليس معجزة تحدث فجأة في يوم وليلة، بل هو بناء نضع لبناته كل يوم من خلال الدعم والعلاج المتخصص، ولا أهم من ذلك الالتزام الشخصي. لنختتم تحليلنا اليوم بهذا السؤال المفتوح والمحفز: مع توفر كل هذه المساعدة المتخصصة والعادات الصحية، ما هي تلك الخطوة الصغيرة جدا التي سنقوم بها نحن اليوم لاستعادة توازننا واستقرارنا؟ ربما تكون مجرد مكالمة هاتفية مع صديق، أو ممارسة رياضة خفيفة، أو حتى القراءة لدقائق. كل خطوة صغيرة هي انتصار عظيم في هذه الرحلة. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الشرح، ونتمنى لكم جميعا دوام الصحة والاستقرار النفسي.